هقولك تعمل ايه عشان تكون سعيد مبسوط في حياتك في 3 دقايق. اول حاجة واهم حاجة ان انت لازم تبعد عن الناس المؤذية او الناس السامة اللي في حياتك، الناس اللي بتضايقك. تمام؟ الناس اللي بتضايقك دي ملهاش 30 لازمة في حياتك، غير ان هي هتعطلك وهتعكنن عليك وهتحبطك وهتنتقدك. ما هم كل ما بينتقدوك انت بقى بتحبط، والمشكله ان احنا بنستجيب للاحباط ده او بنستجيب للنقد ده. الحاجه التانية بقى ان انت تمارس رياضه. الرياضه بتعمل ريفرش للجسم، ريفرش للدماغ، بتعلي الطاقه الايجابيه جواك. وطالما في طاقه ايجابيه وفي حسن ظن بالله، صدقني هيبقى في عزيمه كبيره وهيبقى في قوه وهيبقى في رغبه وهيبقى في اقبال على الحياه. طيب، ايه كمان تعمل؟ ايه تاني؟ تتعرض للشمس. الشمس فيه هرمونين بيتفرزوا، هرمون السعادة وهرمون النوم. فانت بتروح تنام بعمق بعد ما تتعرض لربع ساعة او 10 دقايق للشمس. تمام؟ دايما تقول لنفسك كلام ايجابي. حب نفسك، حب نفسك وقول لنفسك كلام ايجابي كتير. لما انت تحب نفسك وتقول لنفسك كلام ايجابي كتير وتطبطب على نفسك وتهون على نفسك، كده انت بتعمل ايه؟ بترفع من قيمة قدرك. لما انت تحس ان انت قيمتك كبيرة ومش اقل من اي حد، مهما كان الحد ده اللي قدامك مقامه كبير، انت برضو مقامك كبير برضو، لانك انت من نفس المصنع اللي اتصنع فيه. يعني انت ماركة الهية وهو ماركة الهية، الحد الناجح ده ماركة الهية وانت كمان ماركة الهية. اوعى تنسى ده ابدا، ان انت ماركة الهية وفيك قدرات كبيرة. ما تهتمش كتير بكلام الناس، اصل كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. كلام الناس كل واحد له رأي. لو انت استجبت للرأي ده واستجبت للرأي ده وسمعت لده وسمعت لده، مش هتخلص. هتحس ان انت مشتت. ركز في رأيك انت بس، علشان مفيش حد هيفهمك او هيحسك غيرك انت، وكمان مفيش حد هيسعدك غيرك انت. مفيش حد هيسعدك خالص. يعني ما تستناش حاجة من حد، ما ترفعش سقف التوقعات. خليك انت قوي بذاتك، مكتفي بنفسك. ده مش معناه ابدا ان انت لو احتجت مساعدة من الاخرين مفيش اي مشكلة ان انت تطلب المساعدة، مفيش اي مشكلة. بالعكس، احنا ما نقدرش نستغنى عن الطرف الاخر. انا محتاج لك وانت محتاج لي، ومش معنى ان انا متميز في حاجة يبقى خلاص انا استغنى عن الاخرين. لا، مش معناها كده خالص. انا متميز في حاجة، اللي قدامي متميز في حاجة تانية، التاني او حد تاني تالت متميز في حاجة رابعة، وهكذا. فاحنا ما نقدرش نستغنى عن بعض، احنا بنكمل بعض. بس للأسف المجتمع هنا في بعض الناس ما بتلاقيش متعة في النجاح الجماعي. هي متعتها في انا المتميز، انا الوحيد اللي ناجح. متعتهم الوحيده في النرجسيه. مع ان العمل الجماعي ده لو احنا كلنا اتحدنا وبقينا قوه واحده، هنعمل يعني اعمال جميله جدا، اعمال قويه جدا نفتخر بيها واولادنا يفتخروا بيها كمان.